بعت ابني يجيب لنا ب10 جنيه، جاب لنا شوية صغيرين في الكيس ما يكفوش حتى ربع الفطار. قلت وبعدين يعني في الكسل اللي احنا فيه ده، لا احنا هنجيب كيلو فول وندمسه بقى بطريقة سهلة جدا، ولا هنقولك السر في معلقة ولا السر في كوباية ولا السر في لون. احنا هنعمل شوية فول على الطبيعة كده لذيذ جدا وهيعجبك بإذن الله. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وقول اللهم بارك. وتعالي على طول هاتي كيلو فول واغسليه ونقيه ونقعيه لمدة 3 4 ساعات. بعد كده هنحط بقى حلة على النار فيها نصها مية، واول ما المية غلت هضيف بصلاية، نص ليمونة، حباية فلفل، حبايتين طماطم وحبايتين فلفل احمر و10 فصوص توم. معايا بالظبط نص كوباية من العدس، تمام مش اكتر من كده. وكيلو الفول بعد ما غسلناه ونقعناه 4 ساعات بقى معانا بالشكل الجميل ده. خطوة النقع دي مهمة جدا جدا علشان خاطر الفول ما ياخدش منك وقت طويل في السوا، وكمان القشرة بعد ما بيستوي ما تكونش بتشد معاكي. بالنسبة لنوع الفول فهو مهم جدا. انا جبت فول مستورد الكيلو ب20 جنيه، تمام. الكيلو البلدي بيكون اغلى وبياخد وقت سوا اكتر، ودايما القشره بتاعته بتشد كده شويه. لكن الفول المستورد بياخد وقت سوا اقل والقشره بتاعته بتكون دايبه كده وزي الزبده. حطيت كمان علشان خاطر نحافظ على اللون بتاعه يعني نص معلقه صغيره من الكركم، وحلوه جدا بتخلي الفول لونه يفضل فاتح، وكمان بتديله نفس كويس كده. هسيب بقى الميه تغلي على الفول وهغطي عليه. واهم حاجه يا جماعه، زي ما انتم شايفين الفول متغطي كويس بالميه السخنه. انا جنب بقى الكاتل او براد ايا كان في ميه سخنه، لو حسيت ان الفول محتاج ميه ببدا ان انا اضيفه. بس بصراحه بعد لما الفول بيتنقع بيشرب كميه ميه كويسه، فما بيحتاجش ميه كتير وهو بيستوي. انا سويته على شمعه اهدى درجة حرارة عندك، سويت عليها الفول وسبته براحته بقى. يعني على ما خلصت شغل البيت وجهزت الغدا وخلصت الليلة اللي ورايا كلها، كان الفول استوى بقى معايا زي الزبدة بالشكل ده. بصوا بقى اللون عامل ازاي، لونه خطير ولونه تحفة. مفيش اضافات هتضرك، مفيش اضافات هتضر اولادك. بصوا بقى القشرة عاملة ازاي، دايبة، الفول زي الزبدة. بألف هنا وشفا. الفول سهل جدا انك تعمليه بالبيت. وشوفي بقى الحلة دي كلفتنا كام، لكن بالظبط حبة قد اللي في المغرفة دول ب5 جنيه من عند الراجل. يعني زي ما قلتلك مش هيكفوا اصلا فطار عيل صغير. ولونه ما شاء الله زي ما انتم شايفين فاتح وخطير جدا، ولا اسود ولا اي حاجه خالص. لما بتضيفي ميه ساقعه على الفول هي اللي بتغمقه وبتخلي لونه اسود شويه. لكن لو الفول عندك يحتاج ميه وضفتها مغليه بتفضل دايما حبيت الفول لونها فاتح كده. طيب دلوقتي جاهزين بقى ان احنا نعمل ايه، نشيل شويه فول كده عشان نعمل بيهم طاجن. بصوا طاجن فول متين، طاجن فول يفتح النفس. مش هيكون اسمه اصلا طاجن فول، انت بقى سميه اي اسم واكتبي لي تحت كده في الكومنتات عندك. بصوا بقى اللون عامل ازاي. نشيل شويه صحاح كده. وهنعمل ايه في الباقي، هبدا ان انا اضرب بالهاند بلندر. طبعا الهاند بلندر من الحاجات الممتازه جدا اللي بجد يعني اتمنى ان كل ست بيت تجيبه. يعني مش هتقدري تستغني عنه في المطبخ. الفول وهو سخن زي ما هو هبدا ان انا افرمه. وانا بفرمه يعني ايه 3/4 فرمه كده، يعني ما بضغطش عليه في الفرم جامد. مجرد ما البصل والثوم والمكونات الجميله دي تتخلط كده مع بعضها هيكون تمام. بص بقى دلوقتي هو سخن، ممكن بقى شويه في طبق على شويه زيت على عصره ليمونه، شويه ملح وشويه كمون، وهيبقى ألذ طبق فول هتعمليه في حياتك. فول صنع ايديكي صحيح. هستنى بقى على الفول اللي في الحله يهدى شويه ويبرد، وبعد كده هكيسه. وكل كيس هحط فيه يعني على حجم الوجبه، يعني سواء فطار او سواء عشاء. واحيانا والله بنتزنق في الغدا ما كنتش عارفين نطبخ ايه فنقضيها اكل شعبي، نروح مطلعين كيس فول. تمام. تعالوا بقى ما اعمل معاكم طاجن الفول اللي بقول لكم عليه. طاجن كده تحفه جدا. مش طاجن فول ده، لا لا، ده طاجن اختراع. حط بقى طاسه على النار وفيها معلقه ونص من الزيت. على ما الزيت يسخن هنقطع كده بصلايه كبيره قطع متوسطه، وعلى طول هضيف البصلايه في الطاسه بالشكل ده. وهقلب البصل شويه مع رشه ملح. يعني الملح بيسرع كده ان البصله تدبل بسرعه، خاصه بقى ان احنا ما شاء الله اللهم بارك البصل الجديد بدأنا نشتغل فيه. فتعودي كده طول ما انت شغاله في البصل الجديد رشه ملح على طول هتسرع ان هو يدبل معاكي. خلاص اول ما البصل دبل واخد لون خفيف كده معايا معلقه صغيره من الثوم المهروس. هقلب البصل مع الثوم. واول بقى ما ريحه البصل والثوم يظهروا مع بعض كده معايا 5 وحدات بس من السجق البلدي. ما عندكيش سجق شيليه خالص من الوصفه، المتوفر عندك في مطبخك اعمليه. هقلب بقى من وقت للتاني كده هتحس ان السجق بدأ ينزل المادة الدهنية اللي فيه، وبدأ يسيح كده معاكي شوية. احنا عايزينه بس ايه مجرد ان هو يتشوح مع باقي المكونات اللي في الطاسة، علشان خاطر عايزين نحطه على الفول وهو مستوي. كمان قطعت كده ايه حبايتين من الفلفل الحامي،
يعني هيدّوا طعم كده وتيست عالي أوي للوصفة اللي معانا. هاقلّب بقى المكونات دي مع بعضها دقيقة كده، ومجهزة معايا كمان 3 حبات من الطماطم قطعتهم صغير، على طول هاضيفهم على المكونات كلها وهادّي تقليب. يا سلام بقى على الريحة، تخيّلي كده المكونات الجميلة دي لمّا تحطيها مع شوية فول، والله يستاهلوا بُقِّك. معايا طبق الفول بقى هاضيفه على طول على المكونات القمر اللي معانا ديّة وأقلّب. نضبّط بقى الملح، أنا ضِفت كده يعني ربع معلقة صغيرة من الملح ورشة كمون كمان. بافكّرِك بقى باللايك، حطيتِ لايك وكتبتِ كومنت والّا لسه؟ قولي بقى شوية الفول دول يستاهلوا إن أنتِ يعني تجازفي كده وتجيبي شوية سجق علشان خاطر تحطيهم على الفول، والّا إيه ظروفِك؟ تعالوا بقى، أنا حابة أدلّع طبق الفول اللي معانا، ممكن إنِّك تاكليه بنفس الطريقة كده. أنا حابة بقى إيه، إن أنا أروّق عليه بشوية جبن على الوش. الوصفة دي بتتقدّم في محلات على فكرة سعرها غالي جدًا، فإحنا بقى كستات بيت شاطرين هنوفّر وهنعمل كل الوصفات اللي إحنا نِفسنا فيها في البيت. شوية جبن على الوش، وهاولّع الشواية وهاحط الطاجن تحت الشواية، مجرد ما الجبنة تسيح خلاص شكرًا بقى، لإن كده كل حاجة ما شاء الله مستوية معانا. ده بقى مش هتكون وجبة فطار، الطاجن ده هتكون وجبة غدا محترمة. عارفين يعني إيه محترمة؟ خلاص هاحط الجبنة تسيح، بعد كده رشة خضرة على الوش، وقدّمي بقى الطبق الجميل دوّة مع شوية مخلل وشوية جرجير، وبألف هنا وشفا ومع السلامة.